الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن ينتهي شهر رمضان لا ينتهي حق الله علينا، وحق الله لا ينتهي إلا بالموت. فقد يقول الله تبارك وتعالى في آخر آية في سورة الهجر آمرا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومقصوده لنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وحق الله علينا لا ينتهي إلا بالموت. باتر رمضان تمرمودان حق ربي نراقبو هنتمرم، حق ربي نراقبو غافة دوتي نفتي دنيا تنرى نفرد قفا. ربي سبحانه وتعالى تمرا سورة هجري خيست مالجي نبي ربت نبي ست دبتي خبان مونوهي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حاجة دوتي لغاس نفتي دنيا راسي فدفتتي ربي خنك جبري. وبعض الناس إذا خرج رمضان يكون حريا مطلقا فكأنما خرج من السجن. نمني غري هوغا باتر رمضان بعد بلستا أكوا من هداتي بهتي بلسته دلي هندرتي بوبا وان رمضان درا دبرسي هندا اتمدي باجر. ما معنى هذا؟ الشيطان يكون حريصا على إفساد عملك في رمضان. وجيلي قرقتو أتباتي رمضان خيز دلقت أكاتب الليستو سيقولوا رتب ولا الشيطان. الحمد لله نحن نفرح ونحمد الله ونشكره على هذه النعم وليس على انتهاء شهر رمضان. نقمنا ربي خيني نقلتهم فلنا واني كسيتي في سوان باتي رمضان أمتي في مدي تولو لنا قد ربين نرتي أولي أمري في فيانو فخني باتي تن سومنا في دابتن ولا في سورة ربي خيني قلتهم فلنا ملي باتي رمضان أمرتي مدي، بل نحن نحزن على فراق رمضان. باتي رمضان تنأدبه الرتي نياتي سنوتي دكام ملي رمو إساتف انقمن. هذا هو آخر القول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.